الو، ايوه يا معطي، اصحى اسمع الخبر ده. كريستيانو رونالدو رايح بايرن ميونخ. البايرن ميونخ عايز كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو خلاص هيسيب النصر بيتخانق مع كريستيانو رونالدو. ايه ده في مستثمر الماني هيجيب كريستيانو رونالدو البايرن ميونخ. ايه ده؟ بس انا كل يوم بسمعش غير الموضوع ده، رسائل رسائل رسائل. الحق ان كريستيانو رونالدو رايح البايرن ميونخ. هل الصفقه دي ممكن تحصل يا معطي؟ فالواحد يقول اصبروا شويه يا جدعان، نفكر ونفهم عشان نعرف نتكلم في الموضوع ده. ولقيت ان احنا عشان نقول على اي صفقه وهنتكلم عنها وهنطبقها على كريستيانو رونالدو لازم نبص عليها على 3 محاور، زي محمد صبحي كده في مسلسل فارس بالجواب. ليه بايرن يعمل كده اللي هو النادي اللي بيشتري؟ ليه النادي اللي بيشتري يعمل كده؟ ليه اللعيب يوافق؟ ليه نادي النصر هيوافق؟ يعني الثلاث اطراف كل واحد هيعمل كده ليه؟ نبتدي بمين؟ نبتدي بنادي بايرن ميونخ. لا انا هقولها لك دي انا معطي. نادي بايرن ميونخ عنده مشاكل لان هو كان بينافس على الثلاثيه، فمشى ناجلزمان، فجاب توخل، فضاع الكاس ودوري ابطال اوروبا وممكن يضيع الدوري، ففي مصايب، فهم عايزين واحد في الهجوم لان ليفاندوفسكي لما مشى ما حدش قدر يحل محله، فيجيبوا كريستيانو رونالدو، لو كان موجود كان اخذوا دوري الابطال. سهله اهي. هقول لك جميل خالص. يبقى هم عايزين يجيبوا اللاعب المتالق الاسطوري كريستيانو رونالدو عشان يقود الفريق. هل كريستيانو رونالدو فت ان هو يلعب في بايرن ميونخ؟ مستواه يسمح له بده؟ مستواه يسمح له بده. بس ثانيه واحده، ليه؟ السؤال الاهم، ليه البايرن ميونخ يجيب كريستيانو رونالدو؟ ما انا قلت لك معطي عشان هم محتاجين رياضيا يا شباب. نركز. ليه كريستيانو رونالدو او نادي بايرن ميونخ يتعاقد مع كريستيانو رونالدو برقم كبير؟ طب ما اروح اجيب هاري كين فاضل له سنه في عقده، ما اروح اجيب صفقه ملهاش حل زي اوسيمين يقعد معايا 10 سنين قدام زي ما ليفاندوفسكي كده جه ويقعد يكتب تاريخ. اروح اجيب اي حد من الدوري الالماني. ليه اجيب لاعب بيقبض 200 مليون يورو في السنه؟ هو اصلا بيقبض اكتر من 10 اضعاف راتب نوير وكيميتش لوحده. انا هجيب له الراتب منين؟ فتلاقي بقى الاشاعات طالعه يقول لك ايه؟ اصل في مستثمر الماني. ايه مستثمر الماني؟ ايه الجمله دي؟ انا عمال اشوفها وعلى فكره مش في مواقع مصريه بس ولا وطن عربي، في العالم كله يقول لك مستثمر الماني. انت عمرك سمعت ان في حاجه اسمها مستثمر فرنسي؟ انت بتسمع عن مستثمر روسي راح مثلا اشترى نادي، اما مستثمر جاي يشتري لاعب دي انا ما شفتهاش. يعني اصلا نادي بايرن ميونخ بعملاقه ده بقى كله بتاريخه راح جاب لوكاس هرنانديز بتقريبا 80 مليون يورو. دي اغلى صفقه في الدوري. يعني اصلا تقريبا سنه 2012 2013 راحوا جابوا خافي مارتينيز من اتليكو بالباو ب 40 مليون يورو. ساعتها بقى دي كانت اغلى صفقه في تاريخ الدوري كله. فهيروحوا يجيبوا كريستيانو ويدوا له راتب خرافي وهو اصلا ماضي عقد مع نادي النصر؟ فدي طبعا شيء مستحيل، وخصوصا ان البدائل موجوده. ما يشتري اي لاعب من اي مكان تاني بفلوس اقل بكتير. فهل البايرن ينفع يجيب كريستيانو رونالدو كده اللي هو كريستيانو مرتاح في نادي النصر ونادي النصر مرتاح مع كريستيانو رونالدو، فيجي البايرن يقول لا انا هظبط فريقي وهجيب كريستيانو رونالدو؟ فينفع كريستيانو رونالدو يجي؟ قولا واحدا لا، مفيش حاجه اسمها كده. دي كده من ناحيه نادي بايرن ميونخ. طب ما نيجي نبص على التاني كريستيانو رونالدو. ايه اللي يخليه يسيب نادي النصر ويروح نادي بايرن ميونخ؟ اقول لك انا معطي عشان دوري الابطال. ايه؟ عشان دوري الابطال؟ ما خلاص، ما هو ملك دوري الابطال، ما هو معاه 5 دوري ابطال، ما هو في نهايه مسيرته. طب ما كان راح اي فريق تاني. وكمان انت بتنافس مع ايه؟ مع 200 مليون يورو في السنه. يعني في سنتين ونص هياخد 500 مليون يورو ويبقى سفير لكاس عالم سعوديه سنه 2030. يضيع كل ده عشان يروح بايرن ميونخ وياخد راتب 10 15 مليون. وبعد كده بقى نخش في مشاكل، لا انا قعدت دكه، لا انا لعبت اساسي، لا حصل مشاكل مع توخل ده اصلا اللي رفضه في نادي تشيلسي. يعني توت بويلي رئيس نادي تشيلسي قال انا عاوز كريستيانو رونالدو في تشيلسي وتوخل قال له لا. وده كان سبب رئيسي في الخلاف اللي حصل ما بين توخل وتوت بويلي، والاثنين سابوا بعض، الاثنين انفصلوا عن بعض بسبب الموضوع ده، بسبب كريستيانو رونالدو. فيجي توخل يطلبه في الدوري الالماني بايرن ميونخ وكريستيانو يوافق. كل ده عشان دوري ابطال اوروبا. يا شباب نركز في الرقم، نركز في الرقم اللي بياخده 200 مليون يورو في السنه بدون ضرائب. بدون ضرائب يا شباب. انت بتتكلم في رقم خيالي، في رقم وهمي. ده مش حاجه عاديه. نص مليار. هو اصلا ثروته لسه متخطيه المليار تقريبا من سنتين. فلما ياخد نص مليار في سنتين ونص، مفيش بني ادم في الدنيا عاقل يتخلى عن ده غير لو هياخد حاجه موازيه. هل فوزه بدوري ابطال قادم؟ ودي حاجه مش مضمونه. يعني مفهوم ان مفيش حاجه مضمونه، لان حتى لو هي مضمونه بسبب مستواه فاكيد مستوى كريستيانو رونالدو عنده 38 سنه غير مستوى كريستيانو رونالدو وهو عنده 30 سنه او 28
25 سنه ايام فترته في الريال لما كان بيجيب دوري ابطال سنه ورا الثاني، فبرضه ما ينفعش. طب نقول مثلا ان نادي النصر مش طايق كريستيانو رونالدو، عايز يمشي كريستيانو رونالدو، يمشيه ليه؟ هو كان جايبه عشان يزود انستجرام، يزود صفحات، يعني كان هينقلهم من كام مليون متابع الى 15 30 مليون متابع. هل هم جايبينه عشان كده ولا جايبينه عشان في صوره سياحيه كبيره جدا عايزه تقدمها السعوديه، ومشروع 2030 مش في كاس العالم بس، في السياحه، في اقتصاد بلد كامل، فجايبين واجهه اعلاميه كبيره جدا 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 تخلي العالم كله تقول ايه ده، هي السعوديه حلوه كده، ايه ده هي السعوديه شيك كده، ايه ده هي السعوديه عندها سياحه، ايه ده هي عندها مساحات خضراء، ايه ده ايه ده ايه ده. هو في نادي في الدنيا يدي راتب 200 مليون يورو عشان ياخد تشامبيونز ليج اسيوي، عشان ياخد دوري سعودي، عشان ياخد دوري سعودي 20 سنه ورا بعض، 10 سنين ورا بعض، 3 سنين؟ يعني هو في نادي يعمل كده يدفع الرقم ده نص مليار يورو في عقد 2.5 سنين؟ غير ان ده حاجه للسياحه، حاجه لشكل البلد، حاجه عشان يقدروا يقولوا للعالم كله احنا بلد مختلفه، احنا بلد سياحيه، احنا بلد جميله، تعالوا زورونا وعندنا كريستيانو رونالدو، تعالوا يا رعاه شوفوا الدوري السعودي، شوفوا حياتنا عامله ازاي. هو ده كده كل الموضوع. فهل كريستيانو رونالدو هيروح بايرن ميونخ؟ تهريج قولا واحدا، ما ينفعش. النصر ما ينفعش يمشي كريستيانو رونالدو لاي سبب دلوقتي، لازم يكون سبب عميق قوي، عظيم قوي، حواري يعني. وكريستيانو رونالدو ما ينفعش يتخلى عن ال 200 مليون يورو عشان يرجع تاني اوروبا. يا جدعان الرقم كبير قوي، ونادي بايرن ميونخ عنده بدايل كبيره جدا جدا، ارخص 10 15 مره من ان هو يدفع اي فلوس في انه يشتري كريستيانو رونالدو. ده كده الموضوع كله. فانا هقولها لكم اهو من غير ما اسالكم واستنى بقى تعليقاتكم، هل كريستيانو رونالدو هيرجع تاني اوروبا؟ ما ينفعش. ما ينفعش. ليه؟ لان هو جاي عشان شكل سياحي معين، عشان دعم البلد بشكل معين، فما ينفعش يرجع تاني على اوروبا، وخصوصا نادي بايرن ميونخ. دي قصه كلها لا يصدقها اي عقل. انا احمد معطي، اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه. لو بتشوفوني على اليوتيوب سبسكرايب دلوقتي حالا، ولو بتشوفوني على الفيسبوك لازم دلوقتي تعملوا الفولو. اشوفكم على خير، سلام.